ورجعنا لحضراتكم من تاني، ودلوقتي نستقبل بقى ضيفنا اللي انا كلمت حضراتكم عليه، منتشر على الفيس بشكل كبير جدا، موهبه حقيقيه بجد. عمرو راضي، برحب بيه. برحب بيك يا كابتن خالد، كابتن شادي. كابتن شادي وكابتننا الكبار طبعا، كابتن حديدي وكابتن كشري وكابتن علاء ابراهيم طبعا، كابتن كبار. شربوك حاجه بره ولا لا؟ بره كنت الراجل بيقول لي تشرب ايه؟ فبقول له عايز لاتيه. قال لي مفيش غير النسكافيه. قلت له بلاش لعب بالحروف. انت داخل على طول كده. لا ده انا ناوي. لا التقليد ده عشان الناس بتفكر اللي هو سهل جدا. انت الفكره جات لك منين وفكرت فيها ازاي؟ والله يا كابتن شادي الفكره يعني ما كنتش مرتبها، هي جت كده. كنت انا ستريس امتحانات وكده، وانا اصلا عاده بتفرج على الدوري المصري كتير وبتفرج على بتدرس ايه يا عم؟ انا في هندسه. تمام. فبتفرج على المعلقين كتير وبتاع، وبلقط بقى حاجات منهم كده. فقاعد عادي، فرحت مشغل الكاميرا وقاعد بقى فاهم بهلس. فهي الفيديو اللي انتشر. مين اول واحد علق معاك وحسيت ان انت بتجيبه بالظبط؟ في كذا حد، مدحت شلبي وايمن الكاشف، دول في التعليق كنت بجيبهم بالظبط. يعني كنت انا اصلا وانا قاعد بتفرج ميت ضحك عليهم. طيب حاجه بقى عمرو بقى. طيب ما احنا هنقول من غير ما نسمع. لا مدحت شلبي. انا عارف. مره كابتن مدحت كان الباك عبد الشافي في المنتخب ما لعبش، فاتصلوا بالتليفون بهاء احمد تقريبا بتاع الاسماعيلي. فبيتصلوا بهاء احمد فبيقولوا له، كابتن مدحت شلبي بيقول له كابتن بهاء احمد، البيت زغرت، طب قلبك رفرف. فهو طبعا استغرب واتاخد في الاول كده. وفي كذا حاجه برضو يعني من القفشات يعني بتاعت وايمن الكاشف. ايمن الكاشف. هو يا جماعه كابتن ايمن الكاشف، انا بستغرب جدا ليه كلام كده. تلاقيه مثلا هو بيقول لك لا سيما. ايه لا سيما دي؟ وكل شويه ولكن يعني مثلا يعني لو كان حضر الجيل الجميل بتاعكم، لو هنقولها مثلا بايمن الكاشف مثلا، كوره ضربه حره واقف عليها الثلاثي الخطير كابتن كشري وكابتن علاء وكابتن الحديدي، هنشوف مين هينفذ. كابتن الكشري داخل وادي جول ده مش جول، ده كمالة اجوان. فهو بدي، واحنا اصلا عندنا الموضوع ده في مصر عامه، يعني دي مشكله كبيره التعليق ده. يعني انا ساعات بسمع كابتن ايمن الكاشف في صدى صوت تحس انه بيعلق ما اعرفش. ببقى سامع كده صدى صوت يقول لي كلام والكلام يتعاد وراه. طب دي انا مشكله عايز اصلا عندنا عامه. يعني سؤال برضو ده مهم جدا، اللي انت النهارده بتبقى بتذيع مباراه، تمام؟ في ناس بتخرج بره المباراه خالص، يعني بتقعد تدخلك في حاجات تانية خالص، في فنيات ومالوش دعوه التشكيل، يعني والماتش يبقى شغال. انت بتشوف ده ازاي من وجهه نظرك؟ والله دي يعني كانت في الاول حصلت مره ولا حاجه واتاخدت، فبقى كله بيعملها عشان تتاخد ويتشاف. كابتن محمود بكر من زمان طبعا بيتكلم على سكه القطر اللي في اسكندريه بقى لها سنين ما بتخلصش. مره كابتن شادي، انت كنت بتلعب لما رحت من الاهلي للاسماعيلي، فجبت جون في الاهلي. تمام. فكابتن مدحت شلبي كان المفروض بقى احنا بنتفرج على ماتش كوره، فانت حطيت الجون فانت ما احتفلتش. راح قال لك لا يا شادي ما تعملش زعلان، ده انت مبسوط ومزقطط قوي. مزقطط خالص. كابتن عمرو، ايه رايك لما بيبقى في موهبه كده وبيبقى هو طبعا بيعرف او بيقلد نجوم في التعليق بشكل كبير جدا، وانا شايفها موهبه من كل واحد عنده موهبه، وفي ناس كتير منتشره على النت، بس عمرو للامانه مميز جدا يعني. هو شادي لسه عمرو بيقول لك انا حابب حته الكوره بالذات، يعني بيمسك او بيركز على غلطات معينة هو بيجمعها للمعلقين. يعني كابتن مدحت ليه كاريزما ايديه ولازم يعمل كده فعلا. ايمن نفس الكلام. كابتن محمود ربنا يديله الصحه بيتكلم في حاجه بيناشد فيها رئيس الوزراء او رئيس الجمهوريه. هو بيجيبوا صورته تحت صوره كابتن محمود بكر بيقول دي صورتي الجميله. فيعني حته معينه كده كانت يمكن تلاقي تملي حته التعليق للكوره بيتكلموا على المعلقين، ان بنقي كاريزمات معينه لكل واحد فيهم
بيحتفظ بيها لنفسه، هي دي اللي يعني كان زمان كابتن جويني وكابتن علي الزيور ليهم حاجات، كابتن ميمي الشربيني، عمرو نقى الجيل الحالي. هو بيقول لك وانا قاعد في كده حبه تهييس مع نفسي عملت ده، بس فما قاس نفسه هو مع نفسه الاول، ثم مع الغير من اصدقائه، ثم على الفيس بقى الموضوع بقى واسع المجال. عشان انت كده كابتن شادي اسبوع وهتلاقي عمرو جايبك انت. مستحيل، احنا اتفقنا من الاول. بس يا كابتن الموضوع ده عامه في مصر بقى فيه خروج عن النص، انت مش متخيل يعني. ساعات انا بتفرج على ماتش كوره، انت عارف فكرته لما اتكلمت معاه انا لا فكرته اللي هو ايه لا هو فكرته اللي هو بيلاقي ناس. انت النهارده منتشره بشكل كبير، اللي انا النهارده بذيع مباراه بخرج المشاهدين زي ما بالظبط الكاميرا في مخرجين تروح مخرجك بره الموضوع خالص، تلاقيه جايب لك القمر في الوقت اللي افتتاح كاس العالم، الدنيا شغاله 3 دي وانت القمر وسربت الحمام اللي ماشي، فكده الموهبه الكبيره. صح ولا مش صح؟ ايوه طبعا. والله فعلا انا بحب اسمع المذيعين يعني عامه او المباراه، احب ان هو يبقى موضوعي شويه، يتكلم في المباراه في الشكل بتاع، ممكن يتكلم في بعض الجمل الراجل بيعملها او المدرب، لكن في ناس ساعات بتزودها قوي، بتتطرق لحاجات مالهاش علاقه بالمباراه، ويبدا يخش في مواضيع يعني لدرجه النهارده احنا الامور معانا كانت زمان مختلفه عن دلوقتي. الاول كنا هو مذيع واحد وهنسمعه غصب عننا، النهارده بتمسك الريموت بتقعد تقلب عشان ايه ده دمه تقيل، ده صوته عالي، ده بتاع. ولكن كرة القدم لما تبقى موضوعي في المباراة بتبقى قاعد فعلا يعني انا لما بتزيد عن حدها وعايز تدي افيهات كتير وتقعد تعمل افيهات بتبقى تقيلة. فيعني صح. انا احب الراجل الموضوعي قوي بالذات في المباراة، خاصة بيبقى في مباريات انت عارف كتيرة. اقول لك على حاجة الفكرة من ايه، وعلاء مش عارف هتتفق معايا ولا لا، لما اللي حواليك بعد ما تذيع الافيه ده جامد قوي ده كسر الدنيا ومش عارف، فيبتدي يجي المباراه اللي بعدها يروح عامل لك 7 ما لهمش علاقه بالمباراه. يزود صح. هو عموما انا بحب كابتن حمامسي. لا كابتن حمامسي حاجه جميله جدا والله بحبه فعلا يعني. لا يعني طيب جدا. بتستمتع وانت تتفرج على كوره. دي حقيقة. يعني الحقيقه يعني قصدك ايه؟ يعني بس انت هل متاكد انت بتدي كوره ولا حاجه تاني؟ الله اعلم. طبعا يعني. طبعا احترامنا الكامل لكل الاسماء اللي طبعا بيجي اسمائها بس طبعا ليها دول كل الإفيهات الاحترام يعني، والتقدير. وده دليل ده إن في هم- مشكله يا كابتن برضه في المراسلين والناس دي، ده دول مجال بقى لوحده. يسال مثلا احكي لنا عن الجون اللي انت جبته وهو جايبه من ضربه جزاء. موقوف بقى. حاجات احلى حاجه في الجون يا كابتن ان انت جبته من لمسه واحده وهو ضربه حره مباشره مثلا. يقول له مثلا انت موقوف ليه؟ يقول له انت غبت عن الماتش، يقول له انا موقوف 3 مطوشه، يقول له الحمد لله على السلامه. احد المراسلين مره كان بيتكلم ودخل في الماتش جامد جدا، قال له انا ما عجبنيش غير تكتيك خالد حسن، قصده كابتن حسام. طبعا عايز اسالك سؤال معلش، انت ليك منتشر على النت بشكل كبير جدا رؤوف خليف المذيع طبعا اللي احنا بنديه كنت كل قلت التحيه وقلت لو عرف السيد هيقول اسمه ازاي؟ كنت انا بس اديها وقتها يعني. انا كنت اتسالت لو انت نفسك مين تشوفه في الدوري المصري، فقلت لهم نفسي اشوف رؤوف خليف، لان الاسامي بتاعتنا غريب. عرف السيد دي مثلا، يعني احنا متعودين مثلا يعني رؤوف خليف حته مثلا اقولها لك برؤوف خليف في الدوري مثلا او في مع المنتخب الهولندي مثلا هيأديها ازاي مثلا؟ اريان روبن كوره يساريه هولنديه يا ولد يا سلام كده. فقالت لي في الاسامي بقى في الدوري المصري تحب مين نفسك تشوفه بيتنطق اسمه من رؤوف خليف؟ فقلت لها مثلا لو عرف السيد هو ذات نفسه مش هيعرف انت الاسم. عرف السيد عرف السيد مش لايقه على الكلام، انت فاهم؟ بس طيب. وكان في برضه كنت عملت كذا حاجه برضه. انا عايزك يعني قول لنا المجموعه اللي انت بتأديها بشكل كويس جدا. كان في فيديو برضه انتشر ليا كنت بقلد فيه، كنت انا قاعد كده في الاوضه فبقلد هشام الجخ، بس كنتش بقلد هشام الجخ ما بقولش شعر، كنت بقول كلام عادي. انا كنت طالب اكل وما جاش كاتشب كتير، فكنت قعدت عملت ساعات بقعد بقى افكر مع نفسي كده مثلا لو هشام الجخ مثلا علق على ماتش كوره مثلا يعني في الملعب قلوبنا كانت عطشانه والفرقه خسرانه، نقول تاني
في الملعب قلوبنا كانت عطشانة والفرقة خسرانة، لقينا اوفر ده كابتن شادي لما بيلعبوا الكورة بوش رجله. هو لازم يحط كلمة، لازم يحط كلمة غريبة علشان يفسرها بعد كده. ممكن السجع يمشي بكلمة تانية بس لازم يقول كلمة غريبة فاهم في اللغة العربية عشان نقول له ايه دي. مين تاني بتقلده بالظبط؟ الكابتن مدحت طبعا، كابتن مدحت شلبي، كابتن ايمن الكاشف بجيبه بالظبط. كابتن هو في بس معلومه، كابتن عصام عبده هو كان 1000 مره على كابتن ابو تريكه حلواني الكوره المصريه يا اخوان، هو كان يقصد كابتن كشري اكيد. لان هي راكبه. في مين تاني؟ ممكن فارس عوض شويه بحكم ان انا يعني كنت عايش بره فكنت بسمع. بص قولهم ورا بعض كده عشان في الاخر نسمع كل واحد موقف من نجومنا النهارده، يعني قولهم ورا بعض. ممكن اقول لك مثلا طب شوفوا انتوا عايزين مين يعني. لا انت قولهم ورا بعض كلهم. ممكن نقول مثلا كابتن مدحت شلبي، الاسلوب عامه يعني. اقسم لكم بالله يا كباتنة بنتعامل بمنتهى الشفافيه، منتهى الحياديه. كابتن كشري كابتن كبير، كابتن الحديدي كابتن كبير قوي، كابتن علاء ابراهيم هلا 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 هلا. ده كابتن شلبي. ايمن ممكن كابتن ايمن الكاشف. عايزينه في ايه؟ يعني عايزين بره الكوره مثلا نتكلم عن ايه؟ شوفوا انتوا عايزين نتكلم عن ايه؟ انت جبت كل الناس دي، معقول ما علقش معاك كريم ابن الكابتن خالد كريم؟ والله انا خبط واحده مره قال لك الكباتينو. وكابتن برضه محمود بكر ليه حاجه. مره كابتن محمود بكر كنت بتفرج على ماتش الزمالك واهلي، فقاعد في المقصوره علاء مقلد بتاع الزمالك، وكان في الماتش بيلعب مهاجم في الاهلي عماد متعب. الكاميرا عدت مره على علاء مقلد طول الماتش، وادي عماد مقلد وادي علاء متعب. الماتش كله علاء متعب وعماد مقلد. الحاجات دي طبعا. ونطقوا طبعا الكلمات الانجليزي دي كلهم يعني. كابتن طبعا محمود بكر وهو بيقول اصلا كلمه شفاينشتايجر دي كان ما قالش حاجه صح فيها خالص. وكابتن مدحت شلبي طبعا لازم حته انجليزي عشان نعرف يعني ان الناس دي بتتكلم انجليزي صح. عايزين نبقى بروفيشنال، مش عايزين في ايام الثوره مش عايزين نعمل كرييت ذا بلاد. وهو اصلا ما كانش في حاجه ولا كان في اي فنجان، بس هو لازم حته انجليزي كده يعني عشان نفهم ان الناس دي بتتكلم انجليزي ملهاش اي لازمه. زعلنا ماتش مثلا ايمن الكاشف، مباراه الصفاقس مثلا. مباراه صفاقس انت عايز الجون بتاعك؟ ماشي. عايز هو لعب الأوفر ولا بلاش انا عشان ما انت انت يقول لنا على ابراهيم. ماشي انا اقول اي حاجه مثلا كابتن شادي مثلا ايمن الكاشف. كابتن ايمن الكاشف ممكن نقول وادي كوره في نص الملعب، تملي نص الملعب هو اللي بيبني للهجوم. كابتن شادي بيلعب كوره طوليه وفين، وادي فلافيو جول، وادي فلافيو جول. هي دي كده. يعني عمرو متألق دايما حبيبي يا كابتن وانا حبيت ان انت تبقى موجود. يعني للامانه فيديوهاتك على النت منتشره بشكل كبير جدا، ودي موهبه وما تقللش من اي حد، بالعكس انت بتقلده. بس فكرتك اللي انا عايز اوضحه، اللي فكرتك لما عمرو اتكلم معانا اللي هو جات له الموهبه من فكره اللي هو بيقعد يتفرج على الماتشات بيلاقي خروج على النص بشكل كبير جدا، الناس بتخرجك بره الماتش. هو ده اللي انا كنت بقوله اعتقد من شهور فاتت، قلنا الكلام ده يا جماعه، اللي بيتكلم في الماتش يركز في المباراه، اللي بيخرج المباراه ما يخرجكش يجيب صحابه وقرايبه وجيرانه، وبتلاقيه في الاخراج بيحصل الكلام ده. وبنسمع يا كابتن في استوديوهات التحليليه كلام يعني مثلا محمد ابراهيم رقص طريقه كده قال لك محمد ابراهيم ما بيلعبش الكوره، بيتعامل معاها. يعني ايه؟ مره في منتخب مصر في تحت 17 سنه خرج، فقال لك فسال واحد انت ايه شايف ليه المنتخب خرج؟ قال له المنتخب خرج النهارده بسبب قله الخبره.
ما هو تحت 17 سنه يعني اخر حاجه معانا موضوع مهم جدا سريعا معانا، فاضل لنا دقيقه يا كابتن علاء. فاكر موقف الكابتن علي ماهر معاك واحكوا لنا بسرعه بس عشان فاضل دقيقه. يلا يا علي ماهر ليه مواقف كتيره جدا. لا انا طبعاً. عايزك تحكي الموقف بتاع الصندل يا اما الحديد هيحكيه. كان عندي صندل فكان هو متضايق منه قوي. فبعد ما خلصنا تمرين بدور على الصندل مش لاقيه. وكان ضخم شويه. كان ضخم شويه. فبدور عليه مش لاقيه. طب فين يا عم الصندل يا حارس يا حنفي يا مكي؟ مفيش. بيدوروا معايا مفيش الصندل فين. اتاري علي ماهر خده وراح مخبيه في الساونا وقافل عليه. فبقول له يا علي فين الصندل؟ قال لا ده انا حبيت اخسسه شويه. علي ماهر قنبله كان دمه خفيف طبعا. في 30 ثانيه كابتن احمد كشري بيتجوز بيسافر الغردقه. ايوه قسيمه الجواز مش موجوده، الناس تطرده بره الفندق. عملت ايه؟ اتجوزت انا فعلا. بعد ما اتجوزت رحنا الغردقه، كنت حاجز في فندق، فطبعا عشان اروح لازم يبقى معايا ورق، وانا كنت لسه عندي حاجه 20 سنه. فطبعا الناس هناك طب فين الورق يا كابتن بتاع؟ فقلت لهم مش عارف انا ما اعرفش، لازم اجيب معايا القسيمه وبتاع. مين اللي جاب لي القسيمه؟ اتصلت بالنادي الاهلي طبعا، ولولا يعني الحيل الشعبان في النادي الاهلي وقفت في الشارع لغايه فضلت لما قاعد بعتوا لك مستني على جابوا القسيمه. وكنت نجم ساعتها وقفوني بره. كابتن عمرو شرفتني ونورتني النهارده. ربنا يخليك يا طبعا باشا. انتوا نجوم كبار وحققتوا انجازات كبيره مع النادي الاهلي، فببقى سعيد لما الذكريات الجميله دي كل الجماهير تسمعها. كابتن عمرو شرفتني ونورتني. احنا شرفنا يا كابتن شادي، ربنا يكرمك ربنا كابتن- يكرمك. احنا مبسوطين باللي انت بتعمله. زي ما وليد بيقول انت بترجع اجيال قديمه، وده حق شادي محمد. برضه هقول انه لعيب كوره بيعرف يجيب لعيبه الكوره ويعرف يتكلم معاه ويجيب ذكريات قديمه. كابتن عمرو اشكرك شكرا جزيلا. كابتن كشري شرفتني ونورتني، وان شاء الله موفق مع فرقتك ان شاء حبيبي الله. يا كابتن شادي، وانا سعيد جدا ان انت جبتني مع اخواتي وزمايلي، ويعني عشره عمر الكابتن عمرو الحديدي والكابتن علاء، وانت طبعا نجم كبير، وفرصه سعيده ان انا اتعرف بالموهبه الجديده دي، ودايما كده تجيب لنا الاجيال بتاعتنا اننا فعلا بنحب نشوفهم. فيعني متشكر جدا على الاستضافه الجميله دي. كابتن احمد. كابتن علاء شرفتني ونورتني، ودايما حوار الذكريات بيبقى ممتع، وانا كنت سعيد بلقائك النهارده. شكرا كابتن علاء. شادي. يعني انا سعيد طبعا ان انا شفت النهارده كشري وعمرو وانت فتره ما شفناهمش. طبعا بشكركم وبتمنى ليك التوفيق ان شاء الله. الموهبه الصاعده عمرو راضي حاجه محترمه جدا على الفيس، بيعمل شغل كويس جدا بكل احترام. حتى النقد بنقول لكم النقد مش عيب، لكن خروج عن النص هو ده اللي احنا مش بنقبله. موهبه صاعده جديده ماشيه في التقليد بشكل محترم. عمرو شرفتني ونورتني. اشكرك كابتن سيد، شكرا. اشكرك شكرا جزيلا. ده حوار الذكريات زي ما قلت لحضراتكم، بيبقى حوار ممتع. ان شاء الله هنكمل، هنجيب نجوم حققوا انجازات من كل الاجيال هيبقوا موجودين معانا. استنونا في حلقه جديده من الكره والجماهير، وبشكر كل فريق العمل. مش عايز بقى اقول عشان الوقت جري بينا، فبشكركم كلهم على المجهود اللي بيبذلوه. المجد كل المجد لشهداء النادي الاهلي. تصبحوا على الف خير.